وبكده بقى يبقى عملنا احلى كريمي تشيكن ببينك صوص بحاجات كتير كده غريبه، بس طعمها تحفه وسهله جدا وهتعملها مثلا في ربع ساعه. ادخل بقى شوف معرفش بقى ايه البطاطس دي حلوه. ممكن نجيب دي يعني كده. جبنا شيري توميتو، طماطم مجففه معلبه، فاضل كده ممكن نجيب كريمه طهي وزبون. دلوقتي رايحين على مطبخ حميده، اشهر فود بلوجر في مصر والوطن العربي. تعالوا بس ما يطلعش يشتمني. بس ما يطلعش يشتمني. النهارده بقى يا جماعه هنعمل اكله كده انا شفتها على التيك توك كتير، وهي اسمها كريمي باتري تشيكن. هي مواصفاتها جامده قوي، تعالوا نبدا فيها بقى على طول. هي دي الفراخ، نبتدي ننضف الحاجات دي، نقطع الصدور بتاعتنا سلايسز كده. هنعمل كام صدر؟ هنعمل صدور كتير يا حميده، ما ناكل براحتنا. انت جعان شكلك، ما احنا مش قلنا بقى مش هتخلى عن الغريزه في ساعه التصوير. مش عايزين نبهوقها ليه بقى، مش عايزين نطبخ على كذا طاسه، احنا كفايه صدرين معانا اهم ونتبلهم بقى. نبدا بقى ايه يعني، ادي ملح فلفل. بتاعت الفلفل ديت عايزين نغيرها، شويه جارليك باودر. ده دوش ده حميده؟ لا ده زعتر. شويه اونيون باودر، واحسن حاجه عشان ما تنساش تاخد التوابل من هنا وتحطها جنبك الناحيه الثانيه. عشان اللي خلصته تحطوا بالظبط يا جدعان. طباخ تاني ده تشيلي جنزبيل، وناخدهم نقلبهم كده، وهنعيد نفس الكلام ده تاني. وشويه زعتر صغيرين. نزل شويه زيت زيتون كده. الله. ونعمل ايه الفراخ شويه مساج صغير كده ونقلبهم. ننقله بقى ايه هنا كده. مش انت عايز صوت بس، فحطيناهم بقى في الباول بتاعتنا، نسيبهم في الثلاجه وعقبال ما نحضر بقيه الحاجه. فيبقى اخدت وقت مارينيشن بسيط، وفي نفس الوقت نكون حضرنا بقيه الاكله وطعمت الفراخ شويه. روح يا مهند نقطع بقى بصلايه كده. ايه عملنا بصلايه، ونعمل كام توميه برضو. يعني ايه الاكله دي فيها شويه بصل وتوم، حاجه كده من اللي هي بس هنسويهم بقى. بس هقول لك بقى على الطريقه اللذيذه بقى ان احنا نسوي بيها. عادي عادي عادي، ما تصلش حاجه مصطفى، حاجات بتبقى صاحيه. بس كده فرمنا الكام تومه بتاعتنا، نحطهم برضو في ايه. ماشي. كل ده لسه ما بدأناش، كل ده بنحضر للطبخ. انا نسيت الطبخ، تعالى لي جوه. نقطع بقى الشيري توميتوز نصين. كده بقى احنا يعتبر جهزنا كل حاجه في الطبخه، مش ناقص غير ان احنا نسويها. تيجي معايا يا مصطفى نسويها؟ يلا يا حميده نسويها، اصل احنا كتير النهارده. تعالى يا مصطفى ننزل بقى بالايه بالبصل، وناخد كل اللي طلع من الفراخ بقى اللي لازق في الحله ده يستوي زي البصل. ننزل بشويه توم. الله. اعتقد المشاهدين حاسين بالريحه. نص مكعب مرقه، نزل بقى عليها شويه الميه مع المرقه يعملوا ايه شوربه. ونحطهم بقى هنا بقى بالايه بالكريمه. سيبهم بقى ياخدوا كده ايه. لازم ياخدوا على بعض شويه كده، يعملوا كريم فيها كده. نرجع تاني. لا انا الحبه الفراخ اللي طبقوا دول بيجننوني. اليوم بقى يعشقوا بعضهم كده 5 دقايق، بعد كده يطلعوا. هي المفروض بقى بيتحط عليها سبينش اللي هو السبانخ. انا ما عنديش سبينش. ما جبتش سبانخ. سبينش يا حميده. لا حميده لا انت بتتفرج عليها على التيك توك مش مصري. ايوه. وبما ان بقى احنا النهارده معانا 2، مصطفى جايب المساعد بتاعه. لا مهاب يا باشا اقوى مونتير في مصر، واقوى يعني حد في مصر. مصطفى مشغلاته كترت وبقى بيصور ب4 كاميرات وبتاع، فبقى ايه. لا والله يعني اسطوره في الايديتنج يعني. انا بس بحب نرخم عليه شويه. فاحنا هنعمل لهم طبقين بس. احب اوعدك ان انت يا مهاب، بما انك انت ما اكلتش اكل قبل كده، فانت هتنبسط ان شاء الله. طلع حته فراخ اهي، الثانيه هنا. يا حميده. دي بقى المفروض تاكلها كده ايه مع شويه رز ابيض بس كده، او ممكن يعني تاكلها في ساندوتش وتدب الساندوتش في الصوص. دي اجمد دي. دي اجمد دي. لما سبق بس ايه نحط كده يعني حاجه كده للذوق والعياء يعني. انا ون من بدري. انت ون من بدري خالص. يا لهوي يا لهوي، فراخ تندر قوي طريه قوي مع الكريمي صوص مع طعم البصل مع التوم مع السان درايد توميتو. ايه الحاجات اللي انا بقولها دي؟
انا عايزك تدوق الصدر ده اساسا بجد، تاخده كده. اصبر مش عايزين مشاكل. لا لا، اكله بجد هي اتعملت في نص ساعه وخطيره. طعمها ايه ده؟ هو ايه الهبل ده؟ انا على فكره اول مره اطبخها فمصدوم من طعمها. اول مره ادوق الطعم ده في الفراخ اساسا. تحفه. دي ممكن تاكلك كيلو فراخ عادي مش هتزهق، طريه وجميله وكلها حنيه. سيب الطبق ده المهاب، وبقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.